انطلقت استعدادات التلفزيونات في تونس لشهر رمضان 2025 مع بدء القنوات الرسمية والخاصة قبل أكثر من 15 يوما تصوير 4 مسلسلات تونسية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعي قناة رمضان برود في فيديو جديد. قبل بداية الفيديو يريد تشتركوا في القناة، تضعون لايك وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول، وخليكم مع الفيديو. مشاهدة ممتعة للجميع. مغرب ما تبادر بسم الله بدروب يا سيدي رمضان. قرر التلفزيون التونسي أو الوطنية الأولى إنتاج مسلسل وادي البي الذي سيعرض في النصف الأول من رمضان المقبل. يحكي المسلسل تاريخي ذو الطابع الاجتماعي قصة عائلتين تونسيتين في ثلاثينات القرن الماضي أثناء تصارعهما على الاستحواذ على بعض الممتلكات. مسلسل وادي البي من إخراج راوية مرموش وسيناريو وحوار حمزة السوداني ومحمد المنصوري، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز الممثلين في تونس، منهم يونس الفارحي، سماح السنكري، وليد الزين، وحيد الدريدي، صالح الجدي، نادية الملوم، سوسن معالجو، وجيه الجندوبي. يواصل المخرج عبد الحميد بوشناق تصوير الجزء الثاني من مسلسل رجوج الذي عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي. يتناول المسلسل بشكل درامي قصص من المجتمع التونسي، وهو ما جعل جزئه الأول يحقق نسب مشاهدة عالية وشعبية كبيرة بين الجمهور. ويعتمد الجزء الثاني من العمل على نفس الوجوه التي ظهرت في الجزء الأول، مثل وليد العياري، عزيز الجبالي، ياسمين الدماسي، هالة عياد، وبحر الرياحي. ومن المقرر عرضه على قناة نسمة الجديدة. أما العمل الدرامي الثالث لهذا العام فيحمل اسم فتنة للمخرج سوسن الجمني، ومن بطولة ريم الرياحي، نجلاء بن عبد الله، محمد علي بن جمعة، وسيعرض على قناة الحوار التونسي. وكانت المخرجة سوسن الجمني قد نجحت في السنوات الأخيرة في جذب المشاهدات من خلال مسلسلات تونسية محلية عرضت كلها على قناة الحوار، أبرزها فلوجة 1 وفلوجة 2 والفوندو، إضافة إلى الأجزاء الخمسة من مسلسل أولى المفيدة. فيما يخص الممثلين أحمد الندلسي وحسام الساحلي، أول تجربة إخراجية لهما من خلال مسلسل الزعيم، وبمشاركة عدد من الممثلين أبرزهم ريم بن شعبان وعاطف بن حسين، العائدان إلى الدراما التونسية بعد غياب 8 سنوات، إضافة إلى الهادي الماجري وفاطمة برتقيس. ومن المقرر أن يعرض العمل على قناة تلفزة تي في الخاصة. والآن وصلنا لنهاية الفيديو، ياريت تشتركوا في القناة، تضعونا على تفعيل جرس التنبيهات بيوصلكم كل فيديوهات الأول بأول. يلا مع السلامة. كان الظلام كان الغار والدين، وديما نقولوا الحمد لله ماشي حالنا بالحال راضيين.